وبركاته. عاملين بكم بخير. هنعمل مع بعض بقى صينية الرز ديت من الرز العادي، هنعملها رز بسمتي. هنعمل الصينية ديت صينية شكلها جديد للزمان. كده هسيبكم تشوفوا الفيديو، يا رب يعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. عاملين بكم كتير. هنعمل مع بعض بقى من الرز العادي بتاعنا، هنعمله رز بسمتي. هنعمله رز بسمتي وهنعمله بالكبر كمان، هنشوف هيتعمل ازاي خطوة خطوة. هنا كده الرز غسلناه كويس، نضرب الرز كويس في السمنة. هنضيف بقى هنا، هنضيف بقى ملح والفلفل وكركم. هو الكركم بقى ده اللي هيخلي لون الرز هيبقى زي البسمتي، ملح وفلفل وكركم. هنا كمان بتاع كده عشان نقطع الرز بتطلع، قطع البصل والفلفل عليها ونوطي عليه بقى لغاية ما يستوي. بعدين هيطلع تحفة. لسه كمان مستوي بقى، هيبان أكتر من كده. هنا بقى الكفتة مع الفلفل والبصل والثوم، نسيبها لغاية ما تستوي كل المكونات مع بعض، وبعدين بقى هنحطها مع الرز. هنعمل بقى صينية الرز البسمتي كده. الرز جميل وريحته جميلة قوي. ايه رأيكم بقى في الشكل النهائي؟ طبق جديد جميل، ينفع في عزومات برضه، يدي شكل حلو كده. كده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة، يا رب يعجبكم. الطبق بتاعنا يعجبكم. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.